ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم فكرة تكنولوجي. النهاردة هنشرح ازاي تقدر تعمل صورة مصغرة لأي فيديو عندك وترفعها على الفيديو اللي انت محتاج تعمل له صورة مصغرة. وبالنسبة للصورة المصغرة دي بتكون اهم شيء علشان تقدر انك تجذب مشاهدين للمقطع الفيديو بتاعك ده، غير طبعا العنوان والوصف التاجز اللي بتبقى محطوطة في اعدادات الفيديو. بس اول حاجة المشاهد بيشوفها وهو بيعمل سيرش عن فيديو معين هي الصورة بتاعة الفيديو اللي بيلاقيها لما بيبحث عن موضوع او فيديو معين. والصورة دي ممكن تعملها بأبعاد مختلفة على حسب الطول وعرض الفريم بتاع الفيديو بتاعك. وفي دايما انا بستخدم حجم ثابت اللي هو 1280 في 720 بكسل اللي هو يعتبر ال HD. ودي انا بستعملها دايما في عمل الصورة المصغرة بتاعة الفيديو. هنستخدم في الشرح ده برنامج الفوتوشوب على الكمبيوتر بأي إصدار، بس يفضل أن يكون الإصدار الحديث. هيكون سلس أكتر، في تولز متنوعة أكتر. ودلوقتي مع الشرح في البداية هنعمل ورقة عمل جديدة أو بروجكت جديد عن طريق الضغط على كلمة Create New. هيظهر لنا بالشكل ده اعدادات علشان خاطر ورقة العمل اللي هنشتغل عليها والبروجكت اللي هنشتغل عليه. طبعا في اعدادات مسبقا انا اعملها 1280 في 720 ريزوليوشن، ده متاح ليك انت، بس يفضل ان انت تسيبه زي ما هو او تخليه على 300. بتأكد انها معمولة على البيكسلز مش السنتي، لان ده يفرق معاك كتير جدا في الحجم، يعني بيعمل احجام مهولة جدا وممكن تلاقي الورقة اصلا مفتحتش معاك. فهتخليه زي ما احنا شايفين البيكسلز و 1280 في 720 وهتعمل كرييت. زي ما احنا شايفين فتح لنا ورقة عمل جديدة خالص. وليكن مثلا انا هعمل صورة مصغرة لفيديو بيتكلم عن مثلا الاسماك. زي ما احنا شايفين ورقة العمل عندنا هنا كده، ممكن نديها لون عن طريق الضغط على علامة التحكم في الألوان اللي من أسفل ديت، وهنضغط على كلمة جريدنت. هيفتح لنا المربع دوت. هنختار من هنا أي نموذج خلط ألوان من اللي موجود، وليكن النموذج ده. زي ما احنا شايفين هتعمل الإعدادات زي ما هي موجودة أو على حسب ما انت عايز الشكل. وهنعلم هنا علامة صح، وهنبتدي نتحكم في الحيز بتاع السواد من هنا. زي ما احنا شايفين الشكل بيتغير. احنا كده ادينا طبقة لون وليكن بالشكل ده لورقة العمل بتاعتنا. لو احنا حابين ان احنا نضيف اي صور، وليكن مثلا احنا بنتكلم عن الاسماك، كل اللي عليك بكل سهولة هتدخل على تفتح متصفح الكروم عندك او اي متصفح اللي انت شغال عليه. بعد ما نفتح المتصفح هتخش على جوجل وهتختار صور من جوجل، وكل اللي عليك مثلا هتكتب كلمة أسماك. بمجرد ما هتكتب كلمة أسماك هتلاقي عندك مجموعة كبيرة ومتنوعة طبعا من الأسماك المتاحة ليك. وهتختار أي صورة، طبعا الصورة اللي تعجبك من مناظر الأسماك. وهنختار مثلا وليكن الصورة دي. ما تحاولش انك معلومة للناس، ما تحاولش انك تحمل الصورة بشكل مباشر من هنا. هتضغط على كلمة عرض الصورة وهيعمل لك تحميل مباشر، او هيفتح لك الصورة. هتضغط عليها كليك يمين وتعمل حفظ الصورة باسم وتختار المكان وتعمل سيف. زي ما احنا شايفين الصورة اتحفظت بالشكل ده. ممكن نسحبها بشكل مباشر كده، نوديها على الفوتوشوب. زي ما احنا شايفين الصورة اتضافت بالشكل دوت، وتقدر تتحكم في حجم الصورة بكل سهولة بالشكل دوت. وعلشان ما تفقدش الريزوليوشن او الجودة بتاعة الصورة، تقدر من خلال لوحة المفاتيح تضغط مع السحب على Alt و Shift
بالشكل ده هتلاقي ان كل جنب من جوانب الصورة بيتحرك بمجرد ما انت بتتحرك، وده علشان خاطر ما يحصلش مشكلة في الريزوليوشن بتاع الصورة. زي ما احنا شايفين الصورة تبقى بالشكل ده، نقدر نحرك الصورة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين ظهر لنا حواليها اطار ابيض، ده الاطار بتاع الصورة، وده نقدر نشيله عن طريق اداة موجودة عندنا اللي هي بيسموها الماجيك تولز. نقدر نضغط عليها، وبمجرد دي بتحدد الالوان الموحدة. لو مثلا احنا عايزين نشيل الجزء الابيض ده من الصورة ونخلي السمكة بس هي اللي تظهر بدون الفريم الابيض اللي حواليها، هنقدر نضغط عليها كده زي ما احنا شايفين حدد لنا الجزء الابيض كله. ومن لوحة المفاتيح هنعمل كنترول اكس. لو في حالة الضغط على كنترول اكس ما عملش معاك قط، هتيجي عند الصورة اللي هي بتاعة السمكة من الليرات اللي موجودة من على اليمين، هتضغط كليك يمين وتعمل عملية ريسايز لللاير بتاعك. وزي ما احنا شايفين وهي متحددة كده، هنعمل كنترول اكس مرة تانية، هنلاحظ ان الفريم الابيض اتشال بكل سهولة وبدون اي مشاكل. زي ما احنا شايفين في جزء لسه ابيض اهو، هنضغط برضو عليه كده هيتحدد، ونضغط من لوحة المفاتيح على كترل اكس او كنترول اكس. زي ما احنا شايفين اتشال الجزء الابيض بكل سهولة، ونقدر نحرك السمكة في اي اتجاه. وليكن مثلا هنحط السمكة في الجزء ده وهنكتب اي شيء. يعني مثلا هنيجي هنا نحدد اللير من الجانب الايمن اللي احنا هنكتب عليه، اللي هو اللير الرئيسي بتاعنا. هنكتب مثلا، وتقدر تكبر من اعلى الخط بتاعك زي ما انت عاوز، او من الجانب الايمن. زي ما احنا شايفين البروبرتيز بتاعه التكست ظهرت عندنا، تقدر تتحكم في حجم الخط من المربع دوت. وتقدر تختار اللون، وليكن مثلا هنختار اللون الاسود، وهنكتب اي حاجة، وليكن مثلا هنكتب شاهد اجمل سمكة في المحيط. زي ما احنا شايفين عندنا الكلمة موجودة بالشكل دوت. تقدر تعمل دمج الليرات عشان تثبت اللير بتاع الافكت او طبقة اللون اللي احنا حطيناها على الصورة البيضاء. طبقة اللون هتلاقيها موجودة في لير عندك بالشكل ده، وهتلاقي الفريم الرئيسي او اللير الرئيسي بتاعك اللي هو الباك جراوند هتلاقيه بالشكل ده في الاخر خالص. كل اللي عليك هتدوس عليه ضغطة هيتحدد بالشكل ده، وهتدوس من لوحة المفاتيح على زرار كاترل، وهتحدد معاه بالشكل ده اللاير التاني. ومن لوحة المفاتيح هتضغط على كنترول اي، هتلاحظ ان هو دمج التو لايرز مع بعض. وده علشان خاطر ما تتلخبطش او تكتب في لايرز مش اللي انت المفروض تكتب عليه. زي ما احنا شايفين كتبنا هنا شاهد اجمل سمكة في المحيط. عايز تكبر الخط بتحدد اداة التكست، وبتظلل الخط بتاعك او الكلمة بتاعتك، وتقدر تتحكم زي ما احنا قلنا في حجم الخط زي ما احنا شايفين من اعلى او من الجنب ده على اليمين. تقدر برضو تتحكم في حجم الخط بتاعك. بالنسبة لنوع الفونت او شكل الخط من خلال القائمة اللي في الأعلى، أو برضو من القائمة اللي في قائمة البروبرتيز بتاعة التكست تقدر تتحكم في الخط. زي ما احنا شايفين الخط شكله بيتغير. تقدر تغير الفونت بالشكل ده، وليكن هختار الفونت دوت، وهبتدي أرتب الكلام شوية. مثلا نعمل دي كده، نضغط انتر ننزل الكلمة تحت، وهنحط الكلمة بالشكل ده. لو عايزين نعمل اي افكت على الخط
بتيجي من جنب الكلمة وبتضغط عليها تو كليك بشكل سريع من جنب من آخر اللاير عندك، هيظهر لك اللاير ستايل. في مجموعة من الإفكتات اللي ممكن تتعمل زي البافل دي بتديها زي انبعاج شوية في الخط، أو بروز بيبقى موجود في الخط زي ما احنا شايفين. لو احنا شلنا علامة الصح هنلاقي في فرق قد يكون مش واضح أوي، بس ده بيبقى كويس جدا لما كمان بيتحط حوالين الخط ستوك أو حدود. زي ما احنا شايفين ده حدود اللي هو الستوك، لما علمنا صح حط حدود سودا. لو احنا عايزين نغيرها من خلال الكالرز اللي موجود هنا هنخليه مثلا باللون الابيض زي ما احنا شايفين كده، وتقدر تتحكم في سمكه من السايز اللي موجود. في الاعلى نخليه مثلا 6 زي ما احنا شايفين بتكبر. وده بالنسبة لي لو احنا حبينا نحط ستوك تاني. لو حبيت تضيف اي ستوكات من علامة البلس اللي موجودة جنب الستوك تقدر تضيف ستوكات تاني. زي ما احنا شايفين ضاف ستوك خارجي مرة تانية. لو احنا عايزين الشكل ده بنضغط على اوكي. وبكده بيكون شكل شكل الخط بعد عمل الافكت. لو انت حابب تضيف اي شيء تاني برضو ممكن من خلال انك تعمل سيرش في جوجل على اي حاجة تانية انت عايزها. وليكن مثلا سمكة زي ديت، هتعمل عرض الصورة زي ما احنا شايفين. دخلنا على طول على التحميل، هنعمل سيف. تقدر تسحبها بشكل مباشر كده من قائمة التنزيلات عندك في الكروم للفوتوشوب، او تقدر تسحبها على الفوتوشوب من مكان الحفظ بتاعها على الكمبيوتر. زي ما احنا شايفين نفس الحكاية، ظهرت الصورة بالشكل دوت. تقدر تشيل البياض من اللي عليها، بس الاول هتعمل كليك يمين على اللاير بتاع الصورة وهتضغط على كلمة ريسايز لاير، وبعد كده هتختار الماجيك تولز بتاعتنا وتحدد الجزء الابيض وتضغط من لوحة المفاتيح على كترل اكس. زي ما احنا شايفين اتشالت الحدود البيضة كلها، الفريم الابيض كله اتشال، وتفضل عندنا سمكة بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين كده بقى موجود عندنا صورة مصغرة لمقطع اليوتيوب اللي احنا قلنا هيكون كمثال شاهد اجمل سمكة في المحيط. ده بالنسبة لشكل صورة مصغرة. لو انت حابب انك تضيف اي شيء ده يرجع ليك انت وللفكرة اللي موجودة في دماغك. انا قلت بس اقول لكم على الطريقة اللي بنقدر نعمل بيها صورة مصغرة. في النهاية وأهم شيء بتضغط في لوحة المفاتيح على كنترول شيفت اي علشان خاطر تعمل جمع لللايرات. زي ما احنا شايفين لو رجعنا مرة تانية اللايرات بيكون كل واحدة على حدة بالشكل ده. عايز تجمعها بتضغط على كنترول شيفت اي، بيتم دمج اللايرات كلها علشان تتحفظ في النهاية. بالنسبة لطريقة الحفظ هتضغط على كلمة فايل من القوائم العلوية اللي عندك، وهتضغط على كلمة سيف از، ومن خلال السيف از هتختار المكان اللي انت هتحفظ فيه الصورة، وبتختار صيغة الصورة من هنا. ودايما بتكون صيغة الصورة يا اما PNG ويا اما JPEG، وفي الغالب بتبقى JPEG، ودي هي افضل صيغة بنشتغل عليها لصور الصورة المصغرة لمقاطع فيديو اليوتيوب. بعد كده بتكتب الاسم اللي انت عايزه للصورة وبتضغط على كلمة سيف. هنا بيأكد عليك الريزوليوشن بتاع الصورة على حسب الماتيريال اللي انت اشتغلت بيها في الصورة بيكون حجم الصورة. اهم شيء في الصورة المصغرة لليوتيوب اني ما يزيدش حجم الصورة او مساحة الصورة عن 2 ميجا. زي ما احنا شايفين ظهر لنا هنا الحجم في الفوتوشوب ان هي بعد ما الصورة يتعمل لها ريندر او حفظ هتبقى مساحتها تقريبا 384 كيلو بت، يعني ما حصلتش نص ميجا. وهنضغط على اوكي، وبكده هتكون الصورة اتحفظت. لو خرجنا برا على المكان بتاع الحفظ بتاعها زي ما احنا شايفين الصورة بالشكل ده. بالنسبة لإزاي تقدر تحط الصورة في
اليوتيوب. هندخل على المتصفح وهنخش على اليوتيوب، وطبعا اثناء رفع الفيديو هيكون عندك بالشكل ده، ما عدا طبعا ان الصور دي هتكون موجودة عندك من الاسفل. تقدر بكل سهولة انك تحمل صورة مصغرة، وده عن طريق انك هتيجي تقف على الصورة اللي انت عايز تغيرها. يعني وليكن دي الصورة الرئيسية بتاعة الفيديو، هتضغط على كلمة تغيير الصورة. بمجرد ما بتضغط على كلمة تغيير الصورة هيفتح لك مربع علشان تخش على مكان اللي انت حفظت فيه الصورة بتاعتك. هنختار مثلا الصورة اللي احنا عملناها وهنضغط على اوبن. هنلاحظ ان الصورة اتغيرت بالشكل ده. بمجرد ما بتضغط على كلمة حفظ التغييرات بتتحفظ الصورة بدون اي مشاكل على مقطع الفيديو بتاعك. وبكده يكون انتهى شرح ازاي تقدر تعمل صورة مصغرة لمقطع الفيديو بتاعك عن طريق برنامج فوتوشوب. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.